السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل مع بعض مربى البرتقان. بما إننا طبعا في موسم البرتقان فلازم نعمل المربى. هنعملها النهاردة بالبرتقان والجزر، وهعملها بالبرتقان بسرة، مش هعملها برتقان بلدي علشان بيبقى فيه بذر وبيبقى غلبة كده وجع دماغ. إنما البرتقان اللي بسرة بيبقى ملحم وفيه نسبة مية حلوة جدا لعمل المربى. ومعايا الجزر طبعا أنا مقشراه ومنضفاه كويس جدا. ومعلش اعذروني عشان البرد صوتي متغير شوية. تعالوا كده مع بعض نشوف البرتقان والجزر ده هنعمل فيهم ايه، ونبدأ واحدة واحدة كده ونشوف ونقول بسم الله. أول حاجة حلة كده على النار، هنزل فيها بمية مناسبة للمقدار اللي أنا هسلقه. هنزل بالبرتقان بتاعي المغسول كويس في المية دي، وطبعا المية دي أنا مولعة عليها، مش لازم المية تغلي. انزلي بكمية البرتقان بتاعتك كلها كده وغطيه وسيبيه لمدة تلت ساعة يغلي، علشان أنا عايزة البرتقان بتاعي يتسلق، مش عايزاه يتهرى. يعني نخلي بالنا جدا من الحتة دي، ما نسيبش البرتقانة لحد ما الاقيها اتهرت معايا، لا، يعني هي تاخد غلوتين تلاتة كده وحطفي عليها. تعالوا بقى قبل ما البرتقان بتاعنا يتسلق نشوف هنعمل ايه في الجزر. الجزر ده مغسول ومتقشر وهيتبشر كله. هبشر الجزر بتاعي كله، كمية كلها زي ما انتوا شايفين البولة طبعا مليانة جزر، كل ده هينزل دلوقتي وهيهبط. هنزل على الجزر ده ب2 كيلو من السكر. انا عاملة مقدار 4 كيلو، عاملة منهم 2 برتقان و2 جزر، يبقى عليهم 2 كيلو من السكر. عايزة تعملي نص الكمية هتعملي كيلو جزر وكيلو برتقان عليهم كيلو سكر. اي نوع مربى لازم يكون نص سكر، يعني لو هتعملي كيلو يبقى عليه نص كيلو سكر، 2 كيلو عليهم كيلو سكر، وهكذا. هخلط الجزر كويس جدا بالسكر كده وهركنه واسيبه لمدة ساعتين. هخلط الجزر حلو قوي، لان السكر ده هو اللي هينزل لي المية بتاعت الجزر بتاعي. الحركة دي مهمة جدا في اي نوع مربى احنا بنعمله. يعني لو عملتي فراولة، عملتي مشمش، عملتي اي نوع من انواع المربات، لازم تركني المربى بتاعتك بالسكر لمدة لا تقل عن ساعتين، علشان تنزل السوائل اللي فيها والمية اللي فيها. يعني كمان ممكن من بالليل نحط السكر على الفاكهة بتاعتنا اللي هنعملها ونبيتها لتاني يوم. تعالوا بقى نشوف البرتقان بتاعنا كده زي ما احنا شايفين اتسلق معانا. طفيت النار على المية، وطلعت بقى البرتقان كده في حاجة خارجية علشان يبرد تماما معايا. شايفين لون المية شكله ايه كده؟ المرارة اللي في البرتقان كلها نزلت في المية. الطريقة دي طريقة جدتي وأمي ربنا يخليها لي، ما زالت بتعمل بنفس الطريقة دي، فقلت لازم أجربها معاكم. أنا كده خلاص بخرج البرتقان وسبته بقى هنا لحد ما يبرد خالص تماما. بصوا أنا بتكة على البرتقانة ازاي، بالصبع بيغرس فيها، بتبقى طرية يعني مش مهرية. شايفين البرتقانة كده تحس ان هي طارت معاكي، يعني تتكي كده يا دوب الصبع يغرس حاجة بسيطة، بحيث ان انا اعرف اقطعه واشتغل فيه. خلاص يبرد تماما، وبعد كده هبدأ شغلي فيه بقى. تعالوا نشوفوا الجزر بقى شكله ايه. شايفين الجزر هبط كله ازاي معايا من السكر اللي اتحط عليه. انا هنا سبته لمدة ساعتين، نزل السوائل اللي فيه كلها. شايفين كمية السوائل دي بقى اللي هتسويلي المربى بتاعتي، السوائل دي. ولسه كمان البرتقان هينزل مية، هي دي اللي هتخليلي المربى زي الشربات جميلة. شايفين كمية المية اللي نزلت معايا من الجزر؟ كل دي مية نزلت بسبب ان انا سبت السكر على الجزر لمدة ساعتين. تعالوا بقى نشوف البرتقان هنا هنعمل فيه ايه. طبعا البرتقان بتاعي برد تماما، يعني ما اشتغلش فيه لما يكون بارد خالص معايا. هبدأ امسك البرتقانة كده، هقسمها نصين واحدة واحدة معايا بقى كده، علشان اولا هي المربى البرتقان دي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، بس اهم حاجة ان احنا نركز شوية في الطريقة بتاعة تنظيف كمان البرتقان عشان يطلع معانا مربى نضيفة وزي الفل. قطعت طبعا العنق الاخضر اللي بيبقى فوق ده، طبعا ده ملهوش اي لازمة، هيبقى شكله وحش معايا في المربى. وهمسك بقى النص هعمله ربعين واقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين.
اثناء ما انا بقطع لو صدفت معاكي اي فتله بيضه في النص، بيبقى فيه ساعات العنقود الابيض الطويل ده بيبقى جامد شويه كده، بشيله، ما بيبقاش حلو اهو. زي ما انتوا شايفين كده شلته اهو، استبعدته عشان انا عايزه المربى بتاعتي كلها تبقى جميله كده وميتها واحده، يعني تبقى لون واحد كده. برضو في حته تحت كده بتبقى سميكه شويه وغامقه بشيلها، يعني البرتقانه تتنضف معانا وانا بقطعها واحده واحده. هتبداي تقطعي قطع صغيره جدا. شوفي بقى هقولك على حاجه مهمه، انتي لو حابه تضربي البرتقان بتاعي كده كده بالهاند بلندر في نفس البوله اللي انتي قطعتي فيها، وممكن تزوديه شويه من الميه بتاعت الجزر علشان تبقى سهله معاكي في الضرب، ممكن قوي. عايزه تعمليه في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده بنقطعه بالشكل ده، وانا هعمله في الخلاط معاكم دلوقتي وهنشوف هيتعمل ازاي. ممكن تقطعيه قطع صغيرة جدا اصغر من كده زي تقطيعة السلطة كده بالظبط، وتحطيه على النار هيتهرى اصلا كده كده مع السكر والسوا، هتلاقيه اتهرى. يعني لو ما عنديش كمان خلاط وعايزة تعملي مربى البرتقال، يعني مفيش حاجة هتوقفنا وهنعمل احلى مربى برتقال. قطعت الكمية بتاعتي كلها، وتعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه دلوقتي. مسكت الحلة، حطيت فيها كمية البرتقان بتاعتي. ممكن تضربي البرتقان لوحده لو انتي حابة، بس هيبقى بمية الجزر، ما يتحطش لوحده كده عشان ما يبوظلكيش الخلاط بتاعك. انا نزلت على البرتقان بتاعي ده بكمية الجزر اللي انا ركناها بالسكر كده، هنزل عليه زي ما انتوا شايفين كده. طب ليه عملتي كده؟ انا عندي ما بيحبوش الجزر، وقلت لازم ادخله لهم مع البرتقان عشان بزود القيمة الغذائية بتاعت المربى، وهضربهم الاتنين مع بعض في الخلاط، فبالطريقة دي الجزر مش هيبان معايا، وهياخد هو والبرتقان كده مية واحدة. زي ما انتوا شايفين انا بخلط الاتنين على بعض. حابة انتي بقى تضربي البرتقان لوحده في الخلاط بمية الجزر، وبعدين تبدأي تحطي عليه الجزر زي ما هو مبشور كده وترفعيه على النار، هتبقى جميلة جدا وزي الفل. خلاص خلطتها كده، وهبدأ بقى اخد جزء جزء حبة حبة علشان اضربهم في الخلاط. حاولي ما تقليش عليهم علشان ينضربوا معاكي كويس. هتنزلي بجزء جزء كده في الخلاط بمية الجزر، يعني بالمية بتاعتهم، عشان يبقى معاكي سهل وينضرب كويس. شايفين بقى شكله ايه؟ انا عايزاه كده. هعمل الكمية بتاعتي كلها وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه تاني. شايفين دي الكمية بتاعتي كلها. اعتقد كده ان الجزر مش باين زي ما كان في الاول. الجزر اتطحن كويس جدا مع البرتقان وبقى كله مية واحدة. هنزل بالكمية كلها كده في الحلة اللي هبدأ ارفعها على النار، وابدأ في سوى المربى بتاعتي. تمام كده، يلا بينا بقى نشوفوا السوى ومراحل سواها ازاي علشان تطلع معانا احلى مربى ممكن تاكليها. شايفين قوامها شكله ايه؟ هرفع الحلة بتاعتي على النار. النار هتبقى فوق المتوسطة، مش هبقى موطية النار عليها في الأول. أول نص ساعة النار هتبقى عالية شوية زي ما انتوا شايفين. ده في أول نص ساعة. بعد مرور نص ساعة من السوا بدأت تطلع المية اهي، وهقلب فيها. أهم حاجة أقلب علشان المربى بتاعتي ما تتلسعش من تحت وتدي شكل مش حلو وتغمق معايا. خلاص، دي كمان بدأت بقى بعد أول نص ساعة اوطي عليها، اعملها نار متوسطة، وكل فترة كده اجي اقلب واشوف. كده عدت ساعة. شايفين المية الصوص بتاعها طالع ازاي؟ بعد ساعة ونص من سواها انا بوريكم مراحل المربى مرحلة مرحلة عشان تبقي عارفة شكلها ايه. هقلب. التقليب مهم جدا. طب اغطيها ولا ما اغطيهاش؟ انتي ممكن لو حابة تغطيها بس توربي شوية الغطا، لان في انواع مربات بتفور لو المية بتاعتها كتير. اخر نص ساعة بقى في السوا معايا بنزل بليمونتين كبار كده معصورين وشوية قرنفل. القرنفل ده اختياري، لو مش حباه
ممكن تستغني عنه، بس انا بحب ريحة القرنفل قوي في المربات، بيديلها نكهة كده جميلة. بيديلها ريحة حلوة. طبعا ريحة البرتقال يعني مميزة، بس صدقوني القرنفل بيدي نكهة حلوة جدا لأي مربى. أنا بحب القرنفل جدا، فانتي لو مش حباه مش لازم تحطيه. دي في آخر نص ساعة خلاص باخدها تقليبة كده وبسيبها كمان نص ساعة، لأن لسه فيها صوص. لو تلاحظوا شوية كده كتير، يا دوب نص ساعة كمان وهتكون استوت معايا. إيه، شوفوا كده انا بحط كده المعلقه اللي بقلب بيها، بلاقي لسه فيها صوص كتير، ما ينفعش اطفي عليها دلوقتي. خلاص كده نص ساعه اللي فاضله ديت هسيبها. إيه، وخلاص هي كده هتبقى خلاص تمام السوا. تمام زي ما انتوا شايفين، بعد مرور نص ساعه خلاص الاخيره، المربى عندي راحت زبده مربى فعلا. شايفين الجمال بقى؟ اهو بضغط صوص خفيف جدا، مربى كده تمام. هطفي عليها بقى واسيبها تبرد تماما علشان اقدر اعبيها. ابدأي بقى قدمي منها. عملت معايا كمية حلوة جدا. فطار الصبح جميلة، معلقة المربى في الاكل جنب الاكل. مش عايزة اقول لكم هتاكلي احلى مربى بيتي ممكن تاكليها. والطريقة ديت سهلة جدا، هتنجز معاكوا قوي قوي في عمل المربى. خدت مني بالظبط ساعتين ونص وكانت جاهزة. جربوها حبايب قلبي، مش هتبطلوا في موسم البرتقان تعملوا المربى بالطريقة ديت. هتعجبكم جدا، وانا متأكدة ان هي طريقة طعمها مميز وهيعجبكم. يا ريت حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.